السلام عليكم يا احلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم بطاطا كتجيبها بطريقه لذيذه وسهله وسريعه في التحضير. نتمنى لا يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش تضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. بارطاجي الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسوناش تكتبوا لنا التعاليق الزوينه بحالكم. انا غادي نضيف لها هنايا الماء وغادي نديرها تسلق على نار متوسطه. كميه ديال البطاطا نتوما اللي بغيتو. من بعد ما تسلقت قشرتها وغادي نحاول نقطعها بهذه الطريقه هذه. كنقسمها على جوج وكنقطع. حتى كنسالي هاد الحبات كاملين. من بعد غادي نجيب واحد المقله وغادي نضيف عليها زيت الزيتون وغادي نضيف هاد البطاطا المسلوقه غادي نضيف لها القزبر ومعدنوس مقطعين. من بعد غادي نحاول نقطع القزبر، شويه ديال القزبر والمعدنوس نقطعهم طريفات صغارين رقاقين وغادي نضيفهم على البطاطا. غنضيف هنا شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وهنا الثوم بودر. وهنا غادي نضيف معاهم واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر اللي كيعطيها واحد المذاق شنو نقول لكم روعه. بالنسبه لهذا الشيء كامل درتو في دقه واحده باش كيجي هو هذاك في الطياب، لان البطاطا ما خصهاش يعني تزيد طيب بزاف، راها مسلوقه وكتجي البطاطا معلكه ما نقول لكمش، واحد التعليكه زوينه. وكتجي فيها هذه الخلطه هذه صراحه كتجي زوينه ولذيذه. صافي كنديرها واحد جوج دقائق وكتوجد، كنكون كنحركها وكتوجد صافي كنطفي عليها. هنا غنديرها في طبق التقديم. شنو نقول لكم، كتجي يا سلام لذيذه، وداك المذاق ديال الزعتر مع هاد الخلطه اللي درت كتجي زوينه. بالنسبه للتوابل قلت لكم درت غير الفلفل الاسود والملح صافي، ما كثرتش فيها توابل، والقزبر ومعدنوس والثوم بودر، وتقدروا ديروا الثوم هكا خضر حتى هو كيجي زوين. وكتقدم دغيا دغيا سخونه، والاهم انها كتجي لذيذه ومعلكه. طبق صيفي تقدروا ديروه تاكلوه هكا غير بوحديتو، راه كيجي لذيذ صراحه. خوتي خواتاتي، كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. البطاطا كتجي معلكه بهذه الطريقه ولذيذه. نتمنى انكم تجربوها. ما تنسونيش انكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا تضغطوا على زر لايك وكتبوا لنا التعليق الزوينه ديالكم. ونتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ودائما مع وصفات اللي هي سهله ماهله في متناول الجميع، يقدر يديرها اي واحد. ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.